اللي أنا هقوله ده مش حديث قدسي، مش حديث نبوي، مش موجود في القرآن، بس قالوا كتير من العلماء، والله أعلم ده صح ولا لا. بس هو لفت انتباهي لشيء معين واضح قوي. وكان ابن مفلح المقدسي هو اللي بيقول إن سيدنا موسى عليه السلام كان بيناجي ربه، بيقول يا رب نجيني من ألسنة الناس. فربنا سبحانه وتعالى أوحى لي بأن هو بيقول له أنت تطلب مني شيئا لم أصنعه لنفسي. الله أعلم الكلام ده صح أو لأ، أو ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى كده، أو موسى طلب من ربنا كده سبحانه وتعالى. بس هو في زي لينك كده أنا هحطه في الكومنتات علشان الناس لو عايزة تشوفه. احنا مش هنخلص من ألسنة الناس، ودايما ممكن كلام الناس يأذينا لدرجة ان انا ثقتي بنفسي تقل، ان انا ممكن ابقى تعبان جدا نفسيا. فلو انت ما تعودتش على ان الناس في الاخر بتتكلم وبتقفل بقها، وان انت يبقى عندك فن ان انت تحفظ الباوندريز بتاعتك، حدودك، ومحدش يكسرها، محدش هيقدر يكسرها. ان انت تحافظ على صحتك النفسية من الناس اللي اوقات كتيرة جدا بتكون بتاكل في حاجات مش بتاعتها، عندها فضول ان هي تعرف حاجات مش بتاعتها، ده في حد ذاته لا يعني لك شيء. يعني مهما تكلموا، مهما قالوا، حتى لو اقرب الناس ليك، ولا تاخد في اعتبارك، لان هم مش انت. حتى الام، حتى الاب، حتى الاخوات مش انت. انا عايز اعمل حاجه، شايف ان حلمي في الحاجه دي، انت فاشل، انت صايع، ابقى تف على قبري، انت مالكش لازمه. ماشي يا فندم، تمام، والله تحت امركم. ما تبقوش تيجوا بقى تسقفوا لي وتقدروني قوي قدام الناس لما انا احقق الحلم ده. فمهما كنت ماشي في طريقك هتقابل حاجات ممكن ما تقدرش تستحملها، بس راجع نفسك كده وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيك من روحه. انت حسابك مع ربنا مش مع الناس. مهما حاولت تبرر، مهما حاولت تعمل، انت برضو مش هتتشاف. ان احنا نرضي الناس على حساب نفسنا، ده في حد ذاته دمار للصحة النفسية، دمار. محجبة، مش محجبة، قلعة هدومها، لابسة هدومها، قصة شعرها، مطولة شعرها، منكوشة، منفخة، مناخيرها كبيرة، مناخيرها الصغيرة، انت مش هتسلم من كلام الناس. فاعمل اللي يريحك، وخلي عندك كلمة واحدة بس: اللي مش عاجبني ما يبقاش موجود نهائيا، نهائيا. ولو حد قريب منك بتعمل حدود معاه، انا مش متقبل اللي انت بتقوله ومش موافق عليه. ولو حد قريب منك قوي، ماشي، انت زي الفل، انا ما بفهمش حاجه، انا قبيح، انا فاشل، انا ماليش 30 لازمه. فان احنا نرضي الناس على حساب نفسنا، ده انت بتدمر نفسك، ومع الوقت ممكن تخش في اكتئاب. مفيش حاجه الناس كلها هتتفق عليها، ان كانوا ما اتفقوش على المولى سبحانه وتعالى مش هيتفقوا عليك انت كإنسان. فلازم تكون واعي للنقطه دي. لا حاجه تضايقك، لا حاجه تعصبك، لا حاجه تجرحك. اوقات كتيره بنتضايق من كلام بيكون مهين، واكنك كنت قاعد جنبي، نايم جنبي على السرير، وانت اصلا ما تعرفنيش، انت ما تعرفنيش. ولو تعرفني فالمفروض الكلام اللي طالع من بقك يبقى محترم، علشان احترمك، لانك انت اللي بتقلل من نفسك لما بتعمل في نفسك كده. بس كده.